عزيزي المستمع، مرحبا بك في موضوع جديد من سلسلة تاريخ الحياة تحت عنوان عصر الأسماك أو عصر السمكيات. إذا شنو كنقصدو بعصر الأسماك أو عصر السمكيات؟ خليك معايا. عصر الأسماك معروف في الأوساط العلمية بالعصر الديفوني، واللي كيمتد تقريبا من 419 إلى 359 مليون سنة، حيث كيعرف ازدهار وتطور هائل في تنوع الصنف السمكي. والعصر الديفوني هو أيضا مرحلة مفصلية في تاريخ الحياة على وجه الأرض، لأنه بان فيه مجموعات جديدة من الكائنات البحرية، وانتشرت فيه النباتات على اليابسة بشكل ملحوظ. وأيضا هو بداية الكائنات الفقارية الأولى اللي خرجت اليابسة. هذا العصر الديفوني كيعرف خصائص عامة مهمة بحال التغير في المناخ والجيولوجيا، بحيث ظهور قارة جديدة كبيرة المساحة. بانت واحد القارة شاسعة مترامية الأطراف، وهي قارة لوراسيا، نتيجة الهزات الأرضية. أيضا تشكل العديد من الشواطئ الضحلة اللي سهلت ظهور وازدهار الحياة على سطحها. أيضا بروز نظام بيئي بحري غني بفعل وفرة الشعب المرجانية القديمة والانتشار ديالها. أيضا تطور النباتات البرية من شكلها البسيط اللي هو الطحالب لنباتات وعائية أكبر. علاش تسمى العصر الديفوني بعصر الأسماك؟ لأنه عزيزي المستمع بكل بساطة كاينة زيادة ضخمة في أنواع الأسماك والكميات ديالها، علاوة على ظهور مجموعات جديدة غيرت مسار تطور الفقاريات. وفي هذه المرحلة ظهرت أنواع مختلفة من الأسماك، بحال مثلا فصيلة الأسماك المدرعة أو البلاكوديرم، وهي من أبرز الكائنات في المجال البحري آنذاك. تميزت بوجود ألواح وصفائح عظمية صلبة كتغطي الرأس ديالها والصدر كذلك، وكتعتبر من أكبر المفترسات بحال الدونكليوستوس. كاين أيضا صنف آخر من الأسماك اللي هو الأسماك الغضروفية ليكوندريكتيان. وفي هذا العصر بانت أسماك غضروفية بحال سمك القرش على الشكل اللي كنشوفوه اليوم. هذه الأسماك الغضروفية طورت القدرة ديالها على السباحة والصيد، حتى ولات جزء مهم من السلسلة الغذائية في عالم الكائنات البحرية. وكنقولوا أيضا أنها غضروفية حيث عندها هيكل عظمي غضروفي مرن ومبطن بأنسجة صلبة، بمعنى أنها نقيض الأسماك العظمية. والصنف الثالث من الأسماك وهو الأسماك العظمية ليزوستيكتيان، وكتتميز بهيكل عظمي داخلي وفكين عظيمين، وكتنقسم من جوج فئات. أولا شعاعية الزعانف، وهي اللي نتجت لنا اليوم الأسماك الموجودة، وعندها أيضا خاصية ثانية وهي أنها لحمية الزعانف، وهي أصل الكائنات البرمائية. غنتكلموا الآن على كيفاش خرجت الأسماك الفقارية لليابسة، بما أن العصر الديفوني وعصر الأسماك إذا ما بقاش الأسماك مقتصرة على المجال المائي أو المجال البحري، إذا غادي تخرج لليابسة. كيفاش؟ ناخذ مثال ديال سمكة تيكتاليك. هاد سمكة التيكتاليك هي واحد السمكة مسطحة الرأس بحال الرأس ديال التمساح، استطاعت تخرج لليابسة حيث عندها صفات غير مسبوقة، مثلا القدرة على إخراج الرأس ديالها من الماء، عندها رئتين، عندها خياشيم، عندها زعانف قوية، عندها أطراف رباعية، وعندها زعانف قوية بالإضافة إلى هيكل عظمي كيسمح لها بسرعة الحركة. هذه الخصائص كلها خلات سمكة التيكتاليك تكون أول الأسماك الفقارية خروجا إلى اليابسة. واش الحقبة الديفونية عرفت فقط غير النوع السمكي ولا عرفت كائنات أخرى؟ ننتقل الآن إلى العنصر النباتي. بالنسبة للنباتات هي الأخرى عرفت تطورات مذهلة في هذا العصر، بحيث بانت أول النباتات الوعائية ذات السيقان الجوفاء اللي كتعمل على نقل الماء والمواد الغذائية، بحال الشكل ديال السيقان ديال القصب، بحال نباتات ليبيدوندرون والراتينغ والعديد من الأنواع الأخرى. زيادة على تكون أول الغابات على سطح الأرض من أشجار أولية بدائية عملت على تلطيف الجو والمناخ وتثبيت التربة ومنعها من الانجراف. إذا هنا دابا كنتكلموا على العنصر النباتي إضافة إلى العنصر السمكي اللي هو الأصل ديال الموضوع. وبغض النظر على الكائنات السمكية والنباتات، ظهرت أيضا البرمائيات الأولى والمفصليات بحال العنكبوتيات والحشرات ذات المفاصل البارزة. وهنا غنجيو على آخر نقطة في هذا الموضوع، وهي هذا التحول المذهل في تاريخ الأرض والكائنات نتيجة للانقراض العظيم أو الانقراض الكبير.
في نهاية العصر الديفوني غادي توقع سلسلة من الانقراضات اللي غتؤدي لمجموعة من الأمور، بحال مثلا اختفاء مجموعة من الأسماك المدرعة بحال دونكليوستوس، أيضا تراجع الشعب المرجانية القديمة اللي كان سبب في غنى النظام البيئي البحري، علاوة على شح التنوع البحري بشكل واضح. والمقصود هنا بالشح هو قلة الكائنات البحرية والنباتات. وشنو السبب في هذا الانقراض العظيم؟ هذا سؤال مهم لا بد خصنا نطرحه، لأنه أي حاجة لابد لها من مدخلات ومخرجات. السبب الأول هو الأنشطة البركانية الضخمة، زائد التغير في مستويات الأكسجين في المحيطات، زائد التقلبات المناخية الحادة. وفي الأخير خصك تعرف عزيزي المستمع أن العصر الديفوني هو ماشي فقط مرحلة تاريخية أو حقبة دازت فوق سطح الأرض، بل هو بداية ظهور بيئة أرضية معقدة ظهرت فيها أشكال وأصناف متنوعة بحال السمكيات والبرمائيات والزواحف والمفصليات والثدييات. إذا كنكون وصلت لنهاية الفيديو، خليك معي عزيزي المستمع فيديو آخر ومع رحلة زمنية جديدة، وتحياتي لكم.